تعالوا بقى نشوف البيجامات الجديدة دي مع بعض. كان بجنيه، خلوه بجنيه ونص. ليه بقى؟ تعالوا بينا نرص ونرتب الأوضة تاني. صباح الخير يا صحابي، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير يا دودو. صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد من ايام المدرسة. اتفضلي، شيل دي ولا انا اشيل؟ انا هشيل. هتشيليها ولا تقيل عليكي؟ لا مش تقيل عليا. الأستاذة ديما بعد ما جبنا السترولر جرار، الفترة دي بقى ايه؟ لا مش عايزة تلبس بالجرار، عايزة تلبس الشنطة كده بغزالة. دي اللانش باج. يلا بينا يلا بينا. لا تهزر. لا يلا اطلبي الأسانسير. بسم الله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. بي جود جيرل. صباح الخير. الإسدال يا جماعة، الإسدال. ايه ده؟ المراية مش نظيفة، ما عليكم. يلا انزل اوديها اركبها الباص عشان داخلين علينا واطلع كده ابدا يوم. مش عارفه والله اعمل ايه، بس يلا هقول لكم هنعمل ايه النهارده. تعالوا ننزل الاول. يلا بينا. ايه الهوا ده؟ الجو شكله ساقعه. يلا انا بينا. مش بردان. بجد انا منتقله لها والله اهو. يلا. ايه ده؟ بصي بص فين؟ بص بتاع بايظ، ليه بنشيله خرب؟ خلاص ركبتها الباص. ياد نايم ان شاء الله ما يكونش صحي في الوقت دوت. انا ما كملتش يعني، انا اول ما بترن الميس بستنى كده شويه بحيث ان انا يا دوبك انزل اركبها الباص واطلع على طول قبل ما يصحى ويفتحنا ويلم علينا البيت. فتعالوا بقى نبدا يومنا وصباح الفل عليكم. الجو ساقعة يا جماعة، ساقعة ساقعة ساقعة. السحابة عاملة ازاي؟ شكلها كده هتمطر النهاردة، ربنا يستر. تعالوا نعمل كوباية الشاي بتاعتنا. أنا بقالي 4 أيام بالظبط أو 5 أيام ما شربتش كوباية شاي ولا شربت أي مشروبات سخنة تتخيلوها. فعايزة أشرب كوباية شاي كده قاعد نايم. فنعمل لنا كوباية شاي كده ونفطر. واحد حاسس ان هو مبهدل قوي، ما عليكم من الحبوب مش عارف في ايه، ما علينا. عايزه اعمل ايه؟ عايزه افطر واشرب كوبايه شاي في هدوء ورواق واياد نايم وديما في المدرسه. احلى لحظه في حياه كل ماشي، ان الدنيا تبقى رايقه والبيت يبقى نظيف والولاد في المدرسه. ومش عارفه انا ممكن انام شويه، بس قبل ما اعمل اي حاجه انا عايزه اقعد مع نفسي كده. عارفين لحظه الاستجمام مع النفس دي؟ لحظه مهمه قوي يا جماعه. الفينو غلي. محمد بالليل كان جايب الفينو، يعني بيجيب كل يوم بالليل كده طازه عشان ديما، لان لما بحط في الفريزر لديما واجي اطلعه بينشف معاها عقبال ما بتروح المدرسه. فالبابا جاب طازه بالليل، فراح الفرن. الراجل قال له الرغيف بقى بجنيه ونص. انتوا متخيلين؟ زاد 50%. يعني الرغيف ده كان بجنيه خلوه بجنيه ونص. ليه بقى؟ ليه بيقولوا اصل السكر غلي. ده بيتحط له سكر قد ايه؟ يعني يا ريته كان قال له دي مثلا مبلوعه. يعني انتوا متخيلين؟ بيقولوا السكر غلي فزاد 50%، بدل جنيه بقى بجنيه ونص. ده بجنيه ونص يا جماعه، لنا الله. المهم ايه؟ عشان ما ينشفش احنا نعمل على قدنا والباقي يتحط في الفريزر، ماشي؟ نقتصد على قد ما نقدر الفتره اللي جايه. المهم بقى ايه، هرغي معاك كده هقول لكم انا عايزه اعمل ايه النهارده. عايزه اعمل ايه النهارده؟ عايزه انظم التسريحه. هبدا تنظيفات الشتاء، باركولي. عايزه اعمل التسريحه وعايزه انظمها، وعايزه اعمل الادراج كمان بتاعه الاوضه كلها. كل الادراج عايزه تتنضف، بتاع الكومود بقى وبتاع التسريحه نفسها ومن جوه ومن بره. عايزه انظم الحاجات الداخليه واديها تنظيفه كده حلوه. هنعيش كده مع بعض النهارده، يعني في حاجات كتير كده عايزه تعمل.
ولحد دلوقتي ما طلعتش الشتوي بتاعي خالص، والجو هيبدأ يسقع. فانا ايه، نطلع كده برضو ونرص الدولاب بتاعي واظبطه كده معاكم. عايزين نعمل من جوه لبره. ماشي، ساندوتش الجبنه المتين. المهم انا بقول لكم انا عايزه افطر على الرواقه. العماره اللي جنبي فيه ونش بيطلع اسمنت وطوب والحاجات ديت، وانتوا عارفين صوت الونش عامل ازاي يعني. انا مبسوط لي في القعده دي والله عظيم. يلا ما علينا، عملنا ساندوتش الجبنه، احط بقى الشاي واروح افطر. تعالوا بقى نبدأ في أكتر حاجة كنت شايلة همها، هو الدولاب بتاعي. يا جماعة هو الدولاب ده مفيش حد يجي يسأل عليه كده، ملهوش أهل ملهوش صاحب. أنا طلع عيني حرفيا والله العظيم، طلع عيني عشان أرتب الدولاب. يعني الحاجة اللي كانت بتاخد يوم بتاخد 2 و3، الحاجة بتاخد ساعة بتاخد 3 4. في ايه ده مش عارفة بصراحة يعني. المهم زي ما انتم شايفين الدولاب كنت يعني حرفيا كده ولا بعبره. انا كده كده انا هشيلك وهلمك وهلم كل الحاجات اللي فيك وهشيلك في الشنطة. فبصراحة ما كنتش في مود خالص خالص تنظيم دولاب. اللي هو عارفين ان انا ايه، هستعجل على ايه، ما انا كده كده هعملك لا مفر. المهم بقى يا حلوين، لو انتوا لسه لحد دلوقتي ما عملتوش الدولاب وما طلعتوش الشتوي ولسه مصيفين زي لحد ما بسجل لكم الفيديو كده، الحقوا بقى ايه تشجعوا كده معايا ولموا السيف وشيلوه ونظموا الدولاب بتاعكم. يعني عم نظبط العيال وننظم الدواليب بتاعتهم وبتاع، وجت علينا جت على ارمط يعني. المهم قلت لا انظم بقى الدولاب معاكم واشيل الهدوم دي اللي فيها كتير قوي هدوم، منها الدريس ده مثلا بقالي ايه، انا تقريبا ما لبستوش غير مره واحده في عيد ميلاد جوزي في البيت وما لبستوش تاني. واحد يعني يا جماعه لا احنا فعلا لازم نعمل دايت بقى، مش هينفع كده. انا عندي هدوم كتير ما بتتلبسي، يعني عارفين اللي هو بسبب ايه، الولادة والحمل واللي حصل آخر سنة في حياتي بس إن شاء الله إيه نظبط كده خلاص، يعني خلاص لا مفيش هزار تاني في الكلام ده. المهم هنعمل ايه بقى في الدولاب. شايفين الشنطة الكبيرة الحلوة الزرقاء دي، كنت حاطة فيها كل الشتوي بتاع الخروج، وكنت حطاها في الدولاب من تحت. انا ما بشيلش هدوم بصراحه تحت السرير، ولا بحب احط هدوم فوق الدولاب، انا بحط جوه الدولاب. تحت السرير كفايه عليه البطاطين والمفارش والحاجات التقيله والحاجات اللي متغطى بيها الكبيره دي، هي كتر خيرها قوي تحت السرير. فالهدوم انا بحطها جوه الدولاب في الشنطه بصراحه بتاعه الخزين دي، جميله جدا. شايفين حجمها عامل ازاي وبتشيل كتير. انا حاطه فيها كل الهدوم بتاعه الخروج الشتوي. وانتوا عارفين الشتوي القطع بتاعته يعني وزنه كده، يعني تلاقي الجاكيت لوحده ياخد مساحه. المهم قلت احط فيه كل الصيفي. انا كنت حاطه على الرف الصيفي اللي هو يعني البناطيل الخفيفه كده، التيشيرتات النص كم، الحاجات اللي هي ممكن تتلبس في البيت، الحاجات اللي بتتلبس تحت الهدوم، يعني حاجات كده ايه خفيفه. كنت حطاها على الرف ومعلقه في الشماعه زي ما شلت كده معاكم الهدوم بتاعه الخروج. فانا خلاص قلت خلاص انا كده كده هبدل بس، فطبقت الهدوم الاول عشان لما اجي اطلع الشتوي او حاطه الصيفي على طول. بس طبعا لسه هنضف الدولاب ولسه هلمعه، فحبيت الم كده كل حاجه انا مش هلبسها تاني وهشيلها. وكمان قلت هعمل شنطه تانية احط فيها الهدوم بقى الصيفي بتاعه البيت، بس مش كلها، هقول لكم انا هعمل ايه دلوقتي. بس الاول تعالوا كده نلمع الدولاب. حطيت البخاخه فيها ميه ومنظف بريكس وفوطه واديتها تلميعه حلوه. تعالوا يا بنات قبل ما اشيل الهدوم الشتوي في الدولاب اوريكم كده كام حاجه جبتها وتقولوا لي رايكم. اول حاجه بصوا انا جبت البلطو ده، شايفين عامل ازاي، طويل جدا. بصوا الخامه بتاعته قطيفه، انا طلبته اونلاين من البيج ديت. استنى اعدل لكم الكارت. دي البيج اللي انا طلبت منها، بيج اونلاين. بصراحه عجبني جدا. بصوا يا بنات شكله حلو قوي، واللون ده موضه جدا، وفي جيبين من هنا. انا حطيته كده في الشماعه، لسه بقى ما كملتش الاوتفيت، لسه عايزه اجيب له بيزك من تحت. مش عارفه هجيب له ايه، بنطلون ولا هلبس سكيرت ولا ممكن البس بيزك دريس، لسه مش عارفه. عايزه اجيب له طرحه تليق معاه، بس حبيته قوي والقطيفه جميل، تحس ان هو قطيفه مدي على شمواه كده، بس بصراحه حلو قوي. بصوا وطويل طويل طويل، يعني انا طولي 166،
عايزه اقول لكم ان هو جاي لي بعد الركبه بكتير، يعني ممكن يتلبس على سكيرت فعلا او بيزك دريس وبوت، هيبقى شكله تحفه. هوريلكم برده لما اجي اكمل كده بقيه الطقم واوريكم الاوتفيت كامل على بعضه. جبت كمان الجاكيت الجينز ده، بصوا يا بنات عامل ازاي، حلو قوي قوي. بصوا من الظهر بتاعه الديزاين بتاعه حلو ولونه جميل، حلف القبعه كده في نفسي، شايفين؟ بصوا دي هي الماركه اهي. ده جبته بقى منين يا بنات؟ من العتبه، من مول اسمه مول القدس، اللي انا لما نزلت العتبه جبت الحاجات. دخلته كده بالصدفه، كنت عايزه اشوف بيجامات، فلقيت محل بيبيع جواكت جينز وجبردين وبناطيل وجينز تحفه، واسعاره حلوه. انتوا متخيلين الجاكيت ده ب 250 جنيه؟ وعايزه اقول لكم ده الستايل اللي هو الطويل، فحلو جدا. ما كنتش في دماغي خالص ان انا هجيب هدوم خروج اصلا، بس لما لقيت سعره كده وشكله حلو فبصراحه ما ترددتش. فلسه بس الزراير عايزه تتفتح شويه، بس بصوا التفصيله بتاعته. بس كل الحاجات دي ايه، ديكور يعني، مش جيوب ولا حاجه. لسه برضو هكمل الاوتفيت بتاعه والطرحه واظبطه كده، وهتشوفوني بقى وانا لابساه بقى وكان عامله ميك اب كده، يبقى ايه الحاجه باينه. بصوا كمان جبت ايه، جبت من عنده اللي هو في مول القدس ده، انا والله مش فاكره اسمه، بس انا هحاول افتكر لكم اسمه ايه ولو حد عايز يجيب والله حلو، حاجته حلوه قوي. بصوا انا جبت البنطلون ده اللي هو مونفيت، اللي هو بيبقى طويل كده وواسع كله، حلو جدا. اللون ده طالع موضه، وبصوا الخامه بتاعته عامله ازاي، حبيته جدا. برضه يا بنات كان عامل 250. جبت البنطلون ده والجاكيت من عنده. بصوا بقى جبت ايه بقى من العريش، الناس اللي بتبيع استوكات وباله في الشارع اللي قصاد مترو على طول، في محل اسمه اولاد مبارك. اول ما تخش الشارع اللي قصاد مترو يمين كده تقريبا، هتلاقيه في الوش. جبت من عند كارديجان ده، بصوا عامل ازاي، شايفين يا بنات؟ ده كده من ورا، بصوا من قدام. انا بحب الستايل ده، بيليق فيا وما بيبينش كده الديفوهات بتاعت الجسم، فبصراحه شكله حلو. في جيبين كده من هنا وطويل برضو، الشتا كده تحس ان هي شياكه. انا بموت في لبس الشتا، فلسه برضو هكمل الاوتفيت بتاعه واشوف هلبس ايه من تحت والطرحه واظبط كده لما انزل اشتري. بس دول بس اللي انا جبتهم جداد، فهكمل الاوتفيت وان شاء الله كده وانا خارجه بقى وبتاع ابقى البس واوريه لكم ايه الحاجات اللي انا حبيت البسها عليهم وبس كده. حلوين صح؟ يلا مبروكين عليا. المهم تعالوا نبص بقى الدولاب. زي ما انتوا شفتوا كده انا شلت الصيفي والهدوم الشتوي، بس انا هوريكم المنظر. شايفين المنظر ده؟ شتوي هيتطبق، وده شتوي هيتحط في الدولاب، البيجامات بتاعتي. وده الشتوي الخروج، تمام، اللي هيتحط في الشماعه. وده الشتوي البيزكس والحاجات اللي بتتلبس من تحت والبلوفرات تحت الجواكت. وده الصيفي، يعني منظر الأوضة يعني ما يسرش أي حد. فتعالوا بينا نرص ونرتب الأوضة تاني. ايه رأيكم كده في شكل الدولاب؟ بص حطيت المنظمين دول فوق، كان نفسي الاتنين يطلعوا نفس اللون، بس واحد ازرق واحد موف، يعني ما علينا. المهم حطيت فيهم الهدوم الصيفي، ودول حطيت فيهم الحاجات بقى البلوفرات والحاجات اللي بتتلبس تحت الجواكت. وده كده شكل الدولاب، وحطيت كل البنطلونات وهنا السكرفات. يعني ظبطت كده الدولاب وحطيتهم كده زي ما انتم شايفين. وتحت حطيت الشنطه الكبيره الزرقاء اللي قلت لكم عليها، حطيت فيها كل الصيفي بتاع الخروج كله في قلب شنطه كده واحده. وبس كده داخله كده جوه الدولاب. وعندي برضو مكان تاني لو عايزه احط اي حاجه تخزين كده، فزي الفل. ده كده خلصنا اول ظرف. ندخل على الطرفه التانية، ودي اللي هيكون فيها الهدوم من البيت وكمان الملايات. هطبق كده الهدوم معاكم. انا بالنسبه للهدوم عشان تقريبا نسيت اقول لكم وانا بتكلم سعر الهدوم. الجاكيت الجينز يا بنات انا جبته ب250، والبنطلون الجينز ده جبته برضو ب250 اللي انا جبته من العريش
كان برضو ب250. الكوت بس اللي هو الزيتي ده كان ب650 او 700 حاجه كده. تعالوا بقى نشوف البيجامات الجديده دي مع بعض. لما نزلت العتبه انا كنت عايزه اشوف بيجامات. ليه بقى؟ انا شفت بيجامات اونلاين اشكالها حلوه جدا وتمام وزي الفل، واسعارها برضو يعني ايه مش قليله. كل البيجامات طالعه ب 450 500 600، وفي 3 قطع باكتر من كده. فانا كده كده كنت نازله، فقلت طب ما انا اشوف في المكان ده يعني كده الاقي حاجه كويسه وبتاع. فخدت عملت بقى ايه، خدت الصور سكرين شوت اللي كانت عاجباني على النت، وقلت اشوفها في العتبه موجوده الحاجات دي ولا دي بس اونلاين في المحلات كده بعيد عن العتبه. فما كدبتش خبر بصراحه، رحت هناك سالت كم محل كده في الدور الارضي عنده البيجامات دي، قال لي لا ما فيش، في واحد بس كتر خيره. قال لي في واحده في الدور الثالث فوق هي اللي عندها تشكيله البيجامات دي كلها. فطلعت كده التالت دور، هو تقريبا اخر دور، دخلت عندها ما شاء الله، عندها كل الترنجات الترندي والحاجات الجديدة كلها، واسعارها برضو زي الاونلاين، ما حسيتش ان هي اقل. يعني افتكرت بصراحة في العتبة هيبقى ارخص من كده، لان دايما لا اما بطلب اونلاين لا اما بجيب من محلات جنبي، فبجيب الحاجة غالية. فلما نزلت العتبة لقيت حاجة برضو غالية، فما فيش مفر. المهم جبت البيجامة اللي هي الخضرة دي، او اللي هي فستقي لونها جميل جدا. جبتها بقطعتين عامله يعني البيجامه قطعتين عامله 450، ومنزله 3 قطع ب 550. المهم جبت واحده بس، قلت حلو قوي رضا. البيجامه اللي انا بطبقها دي جديده، هي واللي قبلها اللي هي الكشمير دي كنت جايباهم في اخر الشتاء اللي فات. الناس اللي متابعيني بقى من القناه التانية هيكونوا شافوهم، انا كنت جايباهم جداد وما لبستهمش وشلتهم، وقلت الحق كده اجيب اي حاجه في السيزون ينفعوني السنه دي. فكان بقى بكام البيجامه ساعتها؟ كانت ب 385. فده الفرق بس بين السنه اللي فاتت والسنه دي، هو ده في السعر بتاعها. لكن هي تعتبر نفس الماتيريال وتقريبا نفس الماركه، بس بصراحه جميله، ملمسها حلو قوي قوي بجد. فجبت واحده على الاتنين الجداد اللي عندي بقى الموجودين في موجودين من جهازي وجوازي، ما شاء الله لسه في حاجات عندي يعني ما اتهلكتش. عارفين الشتاء لبسه بيبقى مش كتير، بس في نفس الوقت ما بيقعد معاك بيعيش. فهنا بقى تعالوا الميلاد، شايفين الملايه القمر الفستقي دي؟ مش عارفه طالبه معايا فستقي ليه والاخضرات. المهم دي الملايه يا بنات اللي انا جبتها الجديده في الفيديو بتاع المسابقه اللي انا عملته بتاع الملايات. انا طبعا لسه ما عملتش نتيجه المسابقه، الناس اللي متابعاني والناس اللي اشترت في الملايات، والناس اللي اول مره اشوف الفيديو ده، انا كنت عامله مسابقه من كام فيديو كده بملايات جبتها. الاوضه دي اوضه الاطفال واوضتي، بس لسه ان شاء الله هفرشها معاكم الفيديو اللي جاي او اللي بعده. وهقول لكم نتيجه المسابقه. قلت لكم ان شاء الله في المسابقه دي ان اي حد هيشتري طقم ملايه حتى لو طقم واحد من مكان اللي انا اشتريت منه هيدخل سحب ان شاء الله، واختار 2 من اللي اشتروا هقول يكسبوا يعني قسيمه مشتريات بقيمه 750. واي حد ما اشتراش وهيدخل يكتب بس من عند نغم او يقول ان هو من طرفي يعني هياخد خصم. وكمان هختار 2 من الكومنتات كده عشوائي ياخدوا قسيمه مشتريات ب500 جنيه. فانا ان شاء الله هقول لكم نتيجه المسابقه دي وانا بفرش بقى معاكم الأوضة وانضفها كده واظبطها معاكم ونفرش حاجات الجديدة. خلصنا تاني ضرفة. اول ضرفة فوق حطيت فيها الملايات، طبعا ظبطتها. الملايات اللي فوق دي كلها بتاعت جهازي بصراحة، كلهم متجوزة بيهم اللي فوق. وبعد كده حطيت الهدوم اللي هي يعتبر خريفي شوية، اللي هي نص كم وبكم بس بنطلون، لو انا ممكن البسهم في التوقيت دوت، ما بحبش البسهم في الصيف. والارفف دي اللي بتطلع الشنطين دول، واحده حاطه فيهم البندانات والتانيه الشرابات، عشان بصراحه بيضيعوا مني. فاستغليت شنطه كده كان فيها بيجامه او حاجه كده هدوم جايالي، رحت حطيت فيهم. وحطيت الشنط والبيزكس اللي هي التيشيرتات اللي بتلبس تحت الهدوم وتحت البيجامات، والملايات اللي هي لها طقومه كده مقفوله، اللي يعني اللي حاجه لها كفر لحاف كوفرتا، الحاجات دي كلها لفتها كده زي ما انتم شايفين وحطيتهم. اللحفه والبطاطينه اللي كنت تحت السرير، لسه طبعا ما طلعتش اي حاجه خالص.
والادراج اللي تحت في الضرفه بتاعتي اللي في النص دي فيهم الحاجات الخاصه بقى. فدول كده خلاص نظمت الدولاب. نيجي بقى على الدولاب، يعني بابا ديما يعني ما ينفعش نظبطلوش يعني الدولاب بتاعه. الراجل كتر خيره مستحملنا واخد ضرفه واحده وكتر خيره، يعني حتى انا محتليه ضرفتين، وده العادي خالص. يعني انت بصي انت اكنك ما عملتيش اي حاجه، ده اقل حاجه. كويس بس ان هم واخدين ان انا مديله ضرفه وان انت بتدي له ضرفه، يعني ده كتر خيرين قوي. في ناس بتدي كومود، في ناس بتدي اي حاجه صغيره، بس بصراحه يعني عشان برضو هدومه فنظبط له كده الدولاب بتاعه. شلت له كل الهدوم بتاعته برضو هو كمان. كنت عامله له زيي برضو، يعني بصي شفت عشان تعرفوا ان انا مش مقصره. جبت له برضو شنط تنظيم، وحطيت له ساعتها الهدوم الشتوي فيها، وحطيت الصيفي بحطه له عادي في الدولاب. وبعد كده ايه قلت خلاص المره دي برضه طلع له الشتوي وانظمه له كده، والصيفي بقى احطه. المهم طلعت له هنا بقى الجواكت بتاعته، قلت له يعمل زيي يلحق السيزون في الشتاء اللي فات ويجيب الحاجات اللي بتكون عليها سيل. فبصراحه انا بحب الحركه دي، يعني يكون هو معظم الرجاله مبقاش فارقه معاهم الموضوع ده، بس انا بقى ايه وانا بنزل بقى واخرج اروح اي مول بتاع يعجبني حاجه في السيزون او جايباها، اللي هو انت عارفين بقى الرجاله مش في دماغهم، بس انا بحب اظبطه برضه كده. المهم حطيت له السويشرتات والجواكت والحاجات اللي هي كانت جديده من الشتاء اللي فات. شايفين الترنج اللي هو اسود في بيج ده برضو جبته له من المول لما كنت في العتبه. عجبني قوي بصراحه، كان عامل تقريبا 600 او 650 حاجه كده، فعجبني قلت اجيب له ترنج كده هديه، وعجبه الحمد لله. فانت برضو لو عايزه تجيبي حاجه كده برضو رجالي او لجوزك او كده، هتلاقي هناك ترنجات حلوه وكويسه، يعني الماتيريال بتاعتها حلوه. وانا برضو غسلته يعني زي الفل، ما وبرش ولا اي حاجه. البناطيل بتاعته ميلتون، فبيجاماتهم كويسه. المهم بص بقى التنظيم والحلاوه، نظمت كده القمصان ورتبتها وطبقت الهدوم الترنجات الشتوي، وحطيت التيشيرتات اللي هي بيلبسها تحت الجواكت او تحت السويشرتات الصيفي دول ما بيتشيلوش بقى. شفت مظبطاه، بصوا الشنطتين نفس اللون وانا لا، عشان تعرفوا بس. المهم بصوا كده الدولاب، ورصيت له البناطيل تحت، وخلاص كده ظبطت الدنيا. المهم كنت عايزه اكمل بقى واعمل التسريحه، بس بصراحه ما قدرتش خالص خالص واهلكت. فتعبت بعدها وجالي البرد وشد عليا، فما قدرتش خالص ان انا اقوم اصوره. قلت مش عايزه اخر عليكم اكتر من كده، فقلت اظبط الفيديو وانزله لكم. فبس كده يا حلوين، يا رب الفيديو كان كده خفيف على قلبكم وكان كده مشجع واستفدتوا منه وصدعتكم معلش. فلو انت وصلتي لحد هنا انزلي اكتبي لي رايك في الفيديو، سيبي لي كومنت حلو زيك، واشتركي في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش اول مره تشوفيني. اشوفك على خير فيديو جديد. باي باي.